يا صباح الفل عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده هنعمل وصفه عملناها مع بعض كتير. قبل ما نبدا ونقول انتوا وحشتوني طبعا زي كل مره، يا رب تكونوا بخير ودايما كده مع بعض وفي احسن صحه وسلامه. قبل ما نبدا كلامنا نصلي على رسول الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل عملناها مع بعض كتير. هنعمل عجينه البيتزا، مع ان عملنا كام طريقه بيتزا، بالفراخ بالكبده بالصلصه بس حبايبي طلبوها مني في التعليقات، فعايزين عجينه البيتزا بس من غير اي عمايل. فيلا مع بعض نعمل عجينه البيتزا. جبنا نص كيلو دقيق نخلناه حلو كده مره واتنين، ورحنا اللهم صل على النبي جايبين معلقه صغيره معانا، هي جبنا ادي اتنين ادي تلاته اربع معالق سكر معانا هما، ورشه ملح اهي، رشه ملح كده يعتبر نص المعلقه. الخليط دي، ولو عندك لبن بودر مش عندك عادي، يعني دايما نقول ان المطبخ بتاعنا بيدل على ان احنا مش نخسر مع بعض حاجه. يبقى نقلب كده مع بعضه اهو، ونركن الدقيق كده مع بعض على طول، ونروح جايبين البوله بتاعتنا الصغيره دي اهي، ونروح جايبين شويه ميه فيها زي ما انتم شايفين اهو، ونجيب الباك الخميره بتاعه الباكت دي اهو، نفضيه هنا كده، ونروح بقى نقلبين الخميره مع بعض كده. عايزينها طريقه سهله خالص وبسيطه جدا اهو شايفين، ندلنا مع بعض كده لحد شايفين اللهم صل على النبي تتفاعل مع بعض كده، يبقى خلاص اهي شايفين دي، علشان الخميره يعتبر صحيحه وحلوه، تجيله ممتازه هي. مش تقولي ان انا احط معلقه او نص معلقه، لا، احط الباكت كله على بعض، احط شويه كده عشان يتفك. هي طبعا ميه سخنه، يعتبر مش سخنه جو ولا بارده جو اهو كده، خلاص يعتبر فكت معانا، يبقى كده خلاص فكت معانا هي. نسيبها بقى لما تخمر خالص كده وتتفاعل مع بعض، ورحنا جايبين الطبق بتاعنا هو، ونروح نازلين بالدقيق بتاعنا مع السكر مع الملح، وننزل بيه فين في الطبق كده. يبقى نص كيلو دقيق زي ما احنا قلنا، نجيب باكت خميره واربع معالق سكر، والسكر حسب الرغبه، بس هي بتبقى مظبوطه بالاربع معالق. ورحنا جايبين رشه زيت بسيطه اهي حوالي معلقتين او معلقتين ونص، واللهم صل على النبي نروح نازلين بها بالعجينه اهي، نعجن بيدنا كده. يبقى كده معانا الخميره خلاص اتفعلت اهي، نروح جايبينها ورشينها على الدقيق معانا اهي زي ما انتم شايفين اهي، ونروح جايبين برضو نص كيلو الخميره، هيعوز زي مجين ميه او مج ونص، برضو نحط ميه تدريجيا كده، ميه برضو معانا دافيه اهي اهو. بسم الله ما شاء الله، نسمي كده بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد، ما شاء الله زي العسل. اي خميره بعجينه فوريه يا جماعه نحب ريحتها جدا اهي. برضو نروح جايبين المج التاني اهو، ونروح نازلين بنصه بس، علشان مش هنعوز ميه، زي ما احنا متعودين مع بعض الميه تبقى تدريجيا في الاخر كده. يبقى معلقتين الزيت اللي احنا حاطيناهم هم اللي بيطروا معانا الخميره اللهم صل على النبي البيتزا بتاعتنا، عجينه البيتزا. تعمليها بقى، وبقى نروح برضو نروح جايبين خل اللي هو 5% دي، نروح نازلين زي بمعلقتين، بصوا معلقه اتنين، دي بتهش العجينه وبتخليها حلوه، وفي نفس الوقت ريحه الخل مش هتظهر. نكمل عجين مع بعض كده اهو. يبقى احنا هنعوز بصوا شايفين حبه الميه دي اهو. يبقى نص كيلو دقيق عايز معانا ميه برضو مجين ميه، وبرضو الدقيق حسب اللي انت بتستعمليه. انا بستعمل معدد الاغراض اللي هو المتعدد الاغراض، اللي هو ممكن دقيقي مش يبقى زي دقيقي، فمش هتحطي مجين الميه اللي تدريجيا مع نفسك كده اهو. نكمل العجينه ونلمها مع بعض ونوريها. يبقى خلاص بعد ما العجينه معانا ما شاء الله التمت اهي، اروح ركناها كده، وجايبه الجوله بتاعتي او الطبق بتاعي هو، نرشه فيه شويه زيت كده ايديا برضو كده، اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى هي دي عجينه البيتزا بتاعتنا السهله البسيطه، لازم تكون فيها تلزيقه كده شايفين اهي. نروح بقى حاطينها في البوله الحلوه دي اهي، ونروح برضو جايبين جازازه الزيت الحلوه دي، وجايبين شويه زيت على وشها كده زي ما انتم شايفين اهو. ونروح بقى جايبين الكيس بتاعنا او السريش زي ما عينك، وتروحي مغطياه كده
وسايباها من نص ساعه لتلت ساعه كده، من تلت ساعه لنص ساعه كده تخمر براحتها خالص. واوريكم لما تخمر يبقى هي دي عجينه البيتزا. ممكن تعمليها بكبده، ممكن تعمليها بفراخ، ممكن تعمليها بصلصه عاديه، ممكن تعمليها بجبنه جريش. فهي كده هي دي عجينه البيتزا. ويلا لما تخمر هوريها لكم، ويا رب يعجبكم الفيديو. فيديو بسيط كده وزي العسل. يبقى قبل ما نشوف اي حاجه يلا نصلي ونسمع الرسول. واللي يتابعني في الفيديو يشاركني ويا ريت يحط لي. يبقى كده بسم الله ما شاء الله عجينتنا خمرت اهي، اللهم صل على النبي، جميله وزي العسل. يلا نكشفها مع بعض كده. بسم الله ما شاء الله اهي. دي العجينه بتاعتنا من نص كيلو دقيق ما شاء الله. يلا نشوف اوريها لكم. بصوا اهي جميله وزي العسل. يبقى هي دي عجينه البيتزا بألف هنا وصحه. يا رب تنولوا اعجابكم، وشكرا على كل اللي شاركني، واسيبكم في رعايه الله وامنه.